بعد ما شفنا اللي حصل في الحلقة الأولى بعد ما يوسف ضحك على نوجا وفهمها كتيرة جدا، عايزين نركز في اللي جاي علشان في أحداث كتير وتواريخ أكتر. ومن غير كلام كتير عايزك ما تنساش إنك تصلي على النبي وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. من غير ما أطول عليك يلا نبدأ. وبتبدأ الحلقة التانية ويوسف بينظف كل البصمات مكانه وبيبعت رسائل من تليفون نوجا لجوزها الحاج علشان يثبت إن هو اللي قتلها، وبعدها بيمشي. بعدين الشرطة بتظهر في شقة نوجا وبيكون الحاج منهار وبيعيط وبيقول للظابط والله ما عملت حاجة، لكن الضابط ما بيكونش مصدقه، خصوصا ان دي الجوازة الخامسة ليه. وبعدها البحث الجنائي بيلاقي السكينة اللي نوجا اتذبحت بيها، وبيفرح وقتها جوزها لانه بيكون فاكر ان دي سبب براءته. والله انت غلبان يا عم الحاج. وبعدها بيظهر يوسف عند زينب وبيحكي لها كل اللي عمله مع نوجا وبيقدم لها السلسلة اللي كان جايبها لنوجا. وقتها يوسف بيقول لزينب ان سلمى بدأت تعمل له صداع، انا بفكر اقتلها هي كمان، وبيكون عايز يشوف رد فعل زينب لكن هي بتغير الموضوع. وبنرجع بعدها للاحداث عشان نعرف هو اتعرف على زينب ازاي ومين سلمى. وبنبدا بمارس سنه 2014، وقتها يوسف بيكون مغير اسمه ومسمي نفسه محي، وبتقابله زينب اللي بتكون بتحب التمثيل، وبيكون محي مفهمها انه منتج وعلشان بيحبها ممكن ينتج لها اي حاجه بدل البهدله اللي هي فيها. لكن زينب بتكون معجبه بحد تاني، ولما محي بيلمح لها بالجواز بتقول له انت كل مره تفتح معايا الموضوع ده، وبيكون باينه انها مش عايزه تتجوزه، بتسيبه وتمشي. بعدها بترجع للبيت وبتلاقي محي هناك قاعد مع عيلتها علشان يتقدم لاختها سلمى، وطبعا بتتصدم من موقف زي ده. وبنرجع للوقت الحاضر وبتطلب زينب من يوسف تطلع تشم شويه هوا في البلكونه لانها مخنوقه، وساعتها يوسف بيوافق. ووقت ما يوسف بيقول لها قد ايه هو بيحبها بتطلع زينب على سور البلكونه وبتكون عايزه تنط، لكن يوسف بسرعه بيمسكها على اخر لحظه. وقتها بتقول له انا كنت بختبرك واشوفك بتحبني قد ايه، لكن في الحقيقه هي نفسها تهرب لان يوسف حابسها في المكان ده بقاله فتره غصب عنها. وبنروح لام يوسف وعمته وهي جايه تزعق معاها بسبب انهم راميينها في دار مسنين. وقتها بتحصل بينهم خناقه لان ام يوسف رافضه انها تعيش معاهم، وساعتها بيرجع يوسف وبتحكي له كل حاجه وبتسخنه عليها بمعنى اصح. وقتها بيبان ان امه مسيطره عليه سيطره كامله وكمان بتعامله معامله وحشه جدا. وبعدها بيروح يوسف وبنكتشف انه متجوز سلمى واخت زينب، وبيكون مفهمها انه شغال بره مصر ومقشطها في كل فلوسها. وقتها بتحكي له انه طلبوها في القسم علشان يسالوها عن اختفاء اختها، وتقول له ان الضابط سال عليه لكن هي قالت له انه جوزها مسافر. وقتها يوسف بيتوتر جدا وبيسالها الضابط عايزه ليه، لكن هي بترد عليه بتقول له ممكن انت تساله بنفسك. وتاني يوم على طول يوسف بيروح القسم لانه بيكون قلقان من اللي بيحصل. ساعتها الضابط بيساله عن علاقته بزينب اخت مراته، لكن هو بيرد رد بارد وبيقول له مجرد علاقه سطحيه مش اكتر. وبعد شويه اسئله بيمشي. وفي سواد الليل بيروح يوسف لعمته في دار المسنين اللي بتفرح لما بتشوفه، وبيفضل يسالها عن اخبارها لحد ما بيوصلها الاوضه. وقتها عمته بتقول له يعني انت بكره هتاخدني عندكم البيت؟ فبيرد عليها يوسف قال لها انا وعدتك ان دي اخر ليله ليكي هنا. وبعدها بياخد المخده وبيكتم نفسها لحد ما بتموت. وبعد العزاء بيقعد يوسف مع امه وبتقول له تفتكر ربنا استجاب بسرعه للست عمتك الحربايه؟ فبيرد عليها يوسف الله اعلم بالحاجات دي. تاني يوم يوسف بيروح المصنع وبيكلم عم صادق اللي بيكون مدير المصنع اللي هو مسؤول عنه، وبيطلب منه يجيله علشان عايزه. وقتها بيقول له يوسف ان الحاج عمل له مبايعه للمصنع، وبيقول له كمان الفتره الجايه هتكون صعبه حبتين في الشغل لكن الاجر هيزيد. وبعدها بيجمع كل البنات اللي شغاله في المصنع وبيقول لهم من النهارده مفيش سهر لحد نص الليل، واللي هيشتغل دقيقه زياده هيتحاسب عليها. وبالليل وهو مروح بتجيله مسج على الموبايل وبتبقى من شخص مجهول بيقول له انا عارف كل حاجه. وبنروح للحلقه اللي بعدها وبيكون يوسف في بيته علشان ياخد فلوس وشويه اوراق. ووقتها الشخص المجهول بيبعت له رساله تانية وبيقول له الفلوس يا اما اروح ابلغ الشرطه بكل حاجه. بس يوسف بيحاول يبين له انه مش خايف ومش هيديله حاجه غير لما يعرف هو مين. بعدها المقدم حازم بيروح يسال في مكتب التمثيل اللي كانت زينب بتشتغل فيه، وبيعرف انها كانت ماشيه ورا منتج لبناني وتقريبا كده شبه نصاب. وبنرجع بالزمن سنه 1990 واللي بتكون في خناقه بين ابو يوسف وامه لحد ما وصلت انها ضربته بايد الهوم في دماغه لحد ما مات، وكل ده كان شايفه يوسف طبعا. وبنروح للوقت الحاضر وبيكون يوسف بيحكي كل ده لزينب كالعاده. وقتها بتساله عن الشخص اللي بيهدده بالرسائل لكن هو ما بيردش عليها وبيمشي. بعدها بيوصل للمصنع لانه بيكون شاكك ان اكيد حد من هناك، خصوصا انه بعت له يا نصاب، فدي اكدت له انه ما يعرفش اي حاجه عن اللي هو بيعمله تحديدا عن جرائم القتل. بعدها بيطلع موبايله وبيبعت رساله للشخص المجهول وبيقول له انه هيحضروا الفلوس على اخر اليوم. وبنرجع تاني لمقدم حازم هو مع ابنه، ومن كلامهم مع بعض بنعرف ان مامته ماتت في حادثه، وده بسبب ان طلبت منه اكتر من مره انه يبعت عسكري بدلها بس هو رفض. فبيتخانق مع الولد علشان شايف ان هو سبب في موتها. وبالليل يوسف بيروح للمكان اللي اتفق عليه مع الشخص
المجهول بعد ما قال له على المكان اللي هيسيب فيه الفلوس، وبالصدفه طلعت البنت اللي شغاله معاه في المصنع. فبيروح بعدها وبيعمل نفس اللحمه بتاعت كل مره، وفجاه بيلف وبيضرب البنت في دماغها لحد ما بتموت. والاحداث بتنقلنا لسبتمبر 2017 واللي بتكون فيها عبله اللي شفناها في الحلقه اللي فاتت بتتكلم في الموبايل وبتشتكي من يوسف بسبب انه مش عايزها تخلف، وبتطلع بعدها تتخانق معاه. وطبعا كان كل ده بيحكي لزينب وهي بتقول له عندك حق تخلص منها لانها كانت زنانه. بعدها بشويه بيظهر ابو عبله عند محامي كبير وبيحكي له كل اللي حصل، لكن المحامي بيرفض ياخد القضيه، وده لانه عنده قضايا كتير لكن صعب على المساعد بتاعه، فقرر انه يسمعه وياخد منه قضيه بنته ويشتغل عليها. بعدين بيجي محضر لبيت ام يوسف اللي كان بيسال عليه وعرف انه مش موجود، فبيقولها الاحسن تبلغوه انه يجي بدل ما نجيبه احنا، وده رقم المحضر. وبتكلموا امه في التليفون وتعرفوا ان في عسكري جه وسال عليه وانها مش عايزه شرطه تيجي هنا تاني. وبنعرف وقتها انه اخد من البنت اللي اسمها فاديه فلوس عشان يشغلها لها لكن اتاخر عليها. فبتكلمه وقتها وبتقول له انا عايزه فلوسي ومحتاجاها، فبيقول لها يوسف حاضر هحضرها لك. ووقت ما كان قاعد عند زينب بتكلمه فاديه تاني وبتقول له انها هتقول لامه علشان هي محتاجه الفلوس دي، فبيقول لها هبعت لك مكان تيجي لي عليه وهكون حضرت لك كل حاجه. وبعدها بشويه بتوصل فاديه للمكان اللي بيكون شكله غريب، وبيقفل يوسف الباب وبيبدا يضرب فاديه لحد ما بتجيب ازازه وبتضربه بيها، فبيتعصب اكتر وبيضربها بحديده في رقبتها كذا طعنه لحد ما بتموت. ووقت ما كان يوسف ماشي بيظهر واحد تاني بيسال على فاديه وبنعرف انه هيقتله هو كمان، وبعدها بينقل جثتهم هما الاثنين وبيدفنهم في مكان بعيد. وبعدها بيكون قاعد يوسف مع عم صالح وبيواسيه لانه مش لاقي بنته لحد دلوقتي، وبنكتشف وقتها ان بنته اللي كانت بتساوم يوسف في الحلقه اللي فاتت، وبيقول له لو احتجت اي حاجه انا موجود. ومن الناحيه التانيه المباحث بتلاقي جثه صاحبه زينب، وبيعرف يوسف بسرعه وبيروح يبلغ زينب. وبنروح ليوم ما زينب كلمت يوسف وبتقول له ان صاحبتها كانت متعصبه جدا وخبطت راسها في الحيط وشكلها كده ماتت، فبيطلب منها انها تهدى وتحطها في شنطه وتجيب كل الفلوس اللي معاها لانه ما يحتاجوها بعدين، وهو هيستناها بره الفندق. وبنرجع للوقت الحاضر اللي فيه يوسف راجع لبيته اللي فيه سلمى، وكان بيحاول يصالحها وبيقول لها انه مش هيسافر تاني وهيفضل معاها. وتاني يوم الصبح امه بتكلمه وبتساله لو يعرف حاجه عن فاديه، فبيرد عليها وبيقول لها انه ما يعرفش عنها اي حاجه. وبنروح بعدها للقهوه اللي شغاله فيها صاحبه فاديه، وهنا بيظهر المحامي اللي بيدور ورا اختفاء عبله وبيعرف منها حاجات كتير تخص يوسف، واللي هو في الحقيقه اسمه جابر. وراح حكى كل حاجه للمحامي الاكبر منه وقال له كمان ان جابر ده ماسك شغل واحد صاحبه عايش في الخليج، وهو بقى اللي ماسك له كل شغله في مصر. وقتها طلب منه انه يدور ورا جابر. وبعدها بتكلم زينب مامتها وبتحكي لها كل اللي عرفته عن صاحبتها اللي لقوها مدفونه في الصحراء، وبتبقى زينب عامله نفسها متفاجئه بموت صاحبتها، وبتقول لها ان اخر مره كلمتها من فتره كبيره وانها زعلانه جدا عليها. وبيكون يوسف سامع كل حاجه وبيكون مبسوط جدا من كلامها. وبنرجع لام يوسف وهي قايمه تجيب ميه وبتتكعبل وبتقع، فبتفتكر اللي حصل في المكان ده زمان ساعه ما قتلت جوزها وابنها كان واقف يتفرج. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. ما تنساش يا صديقي انك تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.